ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم بقى الكبده من الالف للياء. بصوا طريقه روعه بالطحينه بتاعتها بكله. النهارده مش هنعملها ولا الكبده بس بسندوتشاتها بكله، وازاي هنغسل الكبده. وبص انا قطعتها بصراحه، انا جايباها شرايح اصلا. يعني خليت الراجل قلت له ايه، الجزار اللي بجيب من عنده، قلت له قطعها لي شرايح رفيعه الاول وقعدت انا اقطعها في البيت. ما بحبوش يقطعها لي، انا بحب اقطعها كده الرفع دوت. هتشوفوها طبعا لما تيجي بقى ايه تستوي، هي كلها دلوقتي في بعضها. بصوا عملتها ازاي. بصوا بقى الكبده طبعا زي ما احنا عارفين هي ما بتتحطش في ميه خالص، لو حطيتيها في ميه هتزفر. تمام. هنيجي نحط اول حاجه معانا كوبايه هنا فاضيه، هي كوبايه فاضيه خالص. هنحط فيها كوبايه ميه، لا مش كوبايه ميه، هي كوبايه فاضيه. هنحط فيها زي مثلا ايه، معلقه صغيره. بصوا كده اهو ملح. تمام. هنحط معلقه ملح. هنيجي نحط هنا شويه خل. بصوا خل بقى ايه، بصوا زي ربع كوبايه كده اهو. انا عايزه اغسل الكبده مش هغسلها بميه، حطوا عليها ليمون وحطوا عليها خل وشويه ملح، وهتاخدوا شويه كبده بقى، ولا زفاره ولا اي حاجه خالص. تمام. بصوا هنحط كمان ليمونه بس اوعوا تحطوها في ميه، عشان الكبده لو اتحطت في ميه هتزفر خالص. تمام. بصوا بقى كده هنقلبوا كل الحاجات دي مع بعض. وهنيجي ايه نقلب. بصوا الحاجات دي نحطها كده بس، ونيجي نقلبها كده تقلبتين. هتنزل بقى كل حاجه هي فيها احنا مش عايزينها بس كده، ولا كبده وهتاخدوا كبده ولا زفت ولا اي حاجه. بصوا لونها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. بصوا كده، وهنخلوها كده شويه. تمام. لغايه بس ايه ما هنشوف هنعمل ايه الحاجات. هنحضر حاجاتها كلها عشان لما نقعد نقف على البوتاجاز يبقى خلصنا كل حاجه كده. دي الكبده خلاص اهو، انتوا شايفينها. بصوا عملتها ازاي اهي. دلوقتي بقى هنا في طريقه. بصوا الميه بتاعتها اللي نازله، بصوا شايفين ميه هي اللي هي الخل بالليمون. هنيجي بقى نحط المعلقه دي كده بتاعتها، انا مش عايزاها، ونحط الكوبايه دي. دلوقتي احنا عايزين نعمله ايه بقى، عايزين نعمله ايه الطحينه. تمام. بس بصوا الاول امسح بس هنا مطرح الكبده وكله وارجع لكم على طول. بصوا حبايبي معايا هنا انا ايه، عارفين انتوا العيش الشامي. طبعا انتوا عارفين الطحينه دلوقتي السمسم غلا، يعني اللي ما عندوش اللي هو يعمل سمسم وبتاع. فانا عندي ايه، انا عندي الطحينه بتاعتي، بس انا عايزه اعمل لكم الطحينه بتاعت المطعم اللي انت بتاكليها في المطاعم. هم استحاله تروحي مطعم هيحط لك طحينه اللي هي الطحينه الخام، اللي هي الطحينه اللي احنا بنعملوها عادي وبنجيبوها وفي طبق. لا دول بيخففوها وبيعملوها. بصوا انا هعملها لكم بطريقه اتحداكم، لو يعني هتدوقوا الحلاوه والطعام اللي انتوا هتعملوا لو عملتوها زيي. والله العظيم من احسن حياتي فيكي. يعني مش هقول لكم بقى انا ايه، اسكندريه، في القاهره وفي اسكندريه في اي حته هتدوقوا بالطعامه والحلاوه ديت. معانا هنا رغيفين شامي، العيش الابيض اللي انت بتجيبيه من الفرن العادي ده هتقطعيه. بصوا كده شايفين كده حتت صغيره كده، دول الرغيفين بالظبط. تمام. هنحط عليهم ايه، انا حاطه ميه اهي، ميه في الكاتل. بصوا هنحط عليها كوبايه ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه سخنه بتغلي. تمام. بصوا كده. طبعا احنا لو عايزين نخففوها بعد كده هنخففوها. بصوا الميه كده بتغلي خالص اهيت عليها، حطينا كوبايه. تمام. هنسيبوها خالص لغايه ما العيش ده يشرب الميه دي، ما يشربوش قوي يعني، هنخلوها فتره شويه. تمام. مش هنيجي نعمل اي حاجه خالص، هنيجي بس نغطوها. بصوا كده باي طبق كده عندكم هنغطوها كده ونحطوها على جنب. تمام. بصوا بقى معانا هنا الخلاط بتاعنا،
هنشيله ده، هنحط نشيله ده. بصوا بقى هنعمله ايه في حاجات الكبده. انا عايزه اوريكم بس هنعمل ايه في الكبده عشان ايه نحضرها مع بعض. اول حاجه انا معايا ايه، سيبكم من البطاطس دي عشان البطاطس دي بتاعت التحمير. بصوا مقطعاها جميل ازاي، بشكل كده مشرشر، شايفين الشكل؟ بصوا حاجه كده جديده دلع الولاد بقى. معايا هنا طبعا الفلفل بتاع الكبده اللي هو بقى فلفل الالوان اللي بيتحط في الاخر مع فلفل الحراق كده. طبعا الفلفل ده اللي في الاخر مالناش دعوه بيه. كل اللي احنا عايزينه للكبده، بصوا عايزين ايه؟ توم، كمون، فلفل اسمر، فلفل، ملح، كزبره ناشفه بس. طبعا بخلاف بالخل والليمون، ان دول اللي مش عايزه حاجه للكبده، اللي هم دول بس. مش عايزين الكزبره، بس هي الكزبره دي اللي هي بتديكوا الطعم بتاع بره، اللي هو ايه الكبده بتاعت. انا بص انا واحده من الناس، مش هقول لكم انا اي كبده، واحد واقف بعربيه، واحد واقف اروح اكلها في مطعم، اكلها من عند بتاع العربيات، هي الكبده ايا كانت الكبده تلاقوني باكلها بعشقها. اما امشي ولا اشم الريحه، جوزي خلاص عرف، جوزي بيخاف يمشيني من جنب اي واحد بتاع كبده، يقول لي يا بنتي دي كبده اقول له كبده شارع بقى، كبده اي حاجه. والله العظيم انا فظيعه. فكل ما اروح محل اساله، بس طبعا مش هسال بتوع العربيات، اسال بقى بتوع المحلات وبقى وبتاع، يقول لي كزبره كزبره كزبره، هي دي اللي بتدي الريحه. فانا اعملها لكم بقى، بصوا من الالف للياء، كل حاجه انتوا عايزينها تمام، بالطحينه بتاعتها، بالبطاطس، ازاي نحشي السندوتشات، بكله. اكله كده والولاد اهو بياكلوا بره، جبت لكم اكل بتاع بره عندي هنا. خلاص تمام. بصوا بقى معايا انا هنا المطحنه، بصوا بقى هنا معايا المطحنه هي، هنحط فيها هنا شويه توم. انا معايا بصوا كيلو كبده، فنحط شويه توم كده محترمين، هنخلوا بس دول عشان الطحينه. بصوا الفلفل، طبعا ايه الكبده حلاوتها. بصوا نعملوا الحبه دول وبعد كده ايه نحط الباقيين دول مره تانية. الكبده حلاوتها ايه؟ تبقى مشطشطه. اوريكم الاول نحط البهارات، صح نسيت. بصوا هنحطوا معلقه بصوا اللي هي الصغيره دي مليانه كزبره تمام، معلقه طبعا كمون، كبده كمون، معلقه صغيره كده مليانه هرمي كده اهو كمون. خلي الملح في الاخر في المرحله الثانيه. بصوا دول بقى نضربوهم كده في الكبه في المطحنه كده، نطحنوهم وبعد كده ايه اوريكم عشان الصوت بس. بصوا حبايبي خلصت خلاص اهي الكميه. بصوا انا ما حطيتش ملح وما حطيتش فلفل اسمر، انا حطيت كزبره وكمون بس، شايفين كده اهو. بصوا معانا هنا ايه خل تمام، هنحط هنا ايه شويه حلوين من الخل براحتكم بقى، ربع كوبايه كده كده ايه. انا عايزاهم تقعدوا التتبيله دي تشرب كده شويه. بصوا كده ايه رايكم بقى؟ بصوا كده نحط شويه خل كمان. بصوا كده معانا هنا ليمونه. بصوا التتبيله اهي بقى، توم وكزبره وفلفل، كزبره ناشفه وفلفل وشويه كمون، وبعد ما ضربناهم حطينا فيهم شويه خل زي ربع كوبايه خل كده تمام. بصوا هنحط هنا ليمونه. بصوا الكبده دي والله العظيم مش عارفه اقول لكم ايه، جربوها بس. شوفوا الفيديو وانتوا كده وانتوا قاعدين، مش تعرفوا كده بالكلام، لا افتحوا الفيديو واعملوا الحاجات دي وانتوا في المطبخ. بصوا كده الخلطه الحلوه دي انا هسيبها شويه. يبقى دلوقتي احنا عملنا الكبده، غسلناها تمام، وغسلنا وعملنا التتبيله بتاعتها وكده، خلصنا خلاص حاجات الكبده كلها خلاص تمام كده. هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه في الطحينه. بصوا بقى الطحينه، العيش اهو دافي لسه صح، هنجيبه هنا الخلاط، هنحط العيش، نجيب معلقه
بصوا هنجيبه كده، هنحط العيش شايفين كده. انا عايزه بس اوريكم، شايفين؟ بصوا هنحط كده العيش. طبعا احنا شكلنا كده هنعوزه ميه، مفيش مشكله، الكاتل لسه في الميه الدافيه بتاعته. خلاص كده اهو. هنيجي نحط ايه؟ بصوا معانا هنا عصير ليمونه، شايفين الجمال كده اهو. هنحط الليمونه هنيجي هنا نجيب معلش البهارات، هنحط هنا شويه كمون. استنوا كده، بصوا انتوا بتعملوا طحينه بقى، احنا مش عايزين نفتح الفتحه الاوسع. تمام. بصوا شويه ملح، الملح ايه اللي هو بتاع الطحينه الاول. هنحط شويه كزبره، فين الكزبره اهي. بصوا كده تمام. في حاجه انا ايه نسيتها، الثوم. بصوا 4 فصوص ثوم او 5 براحتكم. هنحط ايه تاني؟ حطينا الملح. بصوا بقى هنحط هنا معانا معلقتين طحينه بالظبط، مش عايزين تحطوا طحينه بلاش. بصوا كده تمام. بصوا اهي. هنروح اجيب لكم هريسه الشطه من التلاجة واجي لكم على طول. بصوا حبايبي معلقه هريسه الشطه اهي. تمام كده احنا حطينا ايه؟ ليمون وملح وكزبره ناشفه مع معلقه صغيره خالص، بس الكمون حبه حلوين، وكام فص ثوم براحتكم، ورغيفين عيش. بصوا هنحط هنا شويه زيت. تمام. انا بعمل طحينه. شويه خل وليمونه، جايبين الخلاط. بصوا بقى، لو انا هعملها معاكم بس انا ايه اكتم الصوت عشان اضربها في الخلاط، وبعد كده هوريها لكم قبل ما احط الميه. تمام. بصوا يا حبايبي عايزه اوريكم القوام بتاعها. بصوا بسم الله ما شاء الله ريحتها. بصوا قد ايه الطحينه، هي بس حمرا شويه عشان انا حاطه هريسه شطه، عشان عايزاها مشطشطه. تمام. بصوا كده طبعا دي لازم تتخفف ايه شويه ميه، فانا بص بالكاتل هنا هحط لكم هنا شويه ميه برضو حسب القوام اللي انتوا ايه عايزينه، لكن هي ملحها كله مظبوط. بصوا كده هضربها كمان ضربه بقى عشان كله يتجانس كده مع بعضه، واوريها لكم ايه هخلصها. تمام. بصوا حبايبي الطحينه اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا المنظر، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ انا عايزه اوريكم كده. بصوا دي طبعا والله العظيم هتاكلوا منها، هي حمرا بس على فكره علشان ديت انا حاطه لها ريسه شطه، ممكن ما تحطوهاش اصلا، هتبقى بيضه زي بتاعه اي مطعم. تمام. بصوا عامله ازاي، انتوا بقى حسب عايزينها اخف من كده براحتكم، عايزينها اتقل من كده براحتكم. بصوا عامله ازاي تحفه، وطعمها اقسم لكم بالله، اقسم بالله كمان مره ما تفرقهاش عن اللي بره خالص. بصوا اهو خلصناها وعملنا كميه طحينه حلوه قوي، ولو ما فيش طحينه كمان ما تحطوش. تمام. اهي الطحينه. هنيجي بقى مولعنا طاسه على النار، هوريها لكم دلوقتي بقى عشان نعملوا الكبده والبطاطس والكلام ده كله. بصوا حبايبي الطاسه اهي على النار مولعه عليها، وحاطه فيها شويه زيت مخليهم بس يسخنوا خالص، والتانيه حاطه فيها زيت عشان البطاطس. تمام. بصوا بسم الله اللهم بارك، الكبده بقت جميله خلاص اهي، الزيت اهو خلاص. بصوا بقى عشان استنى اجيب الكبده انا عشان ايه ما تنزليش وتبهدل لي الدنيا. بصوا بقى كده حبايبي اهي الكبده بسم الله الرحمن الرحيم.
جنبها ايه مجرد بس ان انا ايه افرطها بس عن بعض عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. وبعد كده نتعامل بقى ايه عادي. بصوا كده بالمنظر ده. لكن بصوا اوعوا تغسلوا الكبده تحطوا عليها اي نقطه ميه، هو خل وليمون بس وشويه ملح. تمام. عشان كده انا ما حطيتش ملح في التتبيله لما ادوقها الاول. بصوا كده. طبعا انت هتخليها كده اهوت عشان ايه ما تنزلش الميه بتاعتها ولا اي حاجه، في زيت مقدوح وخلاص. انا بقى عماله ايه افرطها كده بس عشان ايه ما تبقاش عامله على بعضها. بصوا يا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. طبعا دي اكلتي المفضله. وعندي نور بتحبها قوي، وسما هقول لكم نص نص. سما بتحب مامي هتعملي كبده خلاص اعملي لنا بطاطس. تعرفي لو ما فيش بطاطس بيتي ما تاكلش. وطحينه، بطاطس وطحينه. نور ما كانش الطحينه ما تاكلش كبده. انا والله ما هتفرق بقى طحينه بقى بطاطس مش بطاطس، هي سندوتشات الكبده ما اقولكوش مع طماطم كده عاملاها تتبيله حلوه وبطاطس بصوا يعني شويه كده حاجات بقى اكله تحفه. تمام. بصوا خليها بس شويه عشان هي لونها خلاص يعني شايفين اللون بتاعها بسم الله اللهم بارك. بصوا تحفه. في ناس تغسلها بالميه، لا تزفر على طول. قلتلك عشان ما احبش الكبده، لا تزفر. حط عليها خل، اي حاجه فيها هتلاقيها نزلت مع ايه مع دم بقى الحاجات دي خالص هتلاقيها نزلت كلها كلها. تمام. بصوا كده الطريقه دي انا جايباها لكم اصلا من مطعم. والله ما اي حد بتاع كبده تلاقوني ما اسكتش، الكبده بتاعته حلوه اروح قايمه. ما انا مش كل مره اروح اكل عنده. جوزي بيجيب لي الكبده في البيت فانا بحب اعملها، وولادي برضو ايه انا اقول لهم انا اكل، انا خايفه عليهم ياكلوا بره. بصوا كده التتبيله هي اللي انا كنت عاملاها. هي الكبده كده ايه هي لسه شويه، شايفين المنظر كده مش عايزه اقول لكم بقى فظيعه. بصوا هي لونها خلاص. شايفين انتوا كده. هنحط بقى التتبيله بتاعتها بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هي شربت الخل كله وتقلبيها. الريحه يا ربي فظيعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. بصوا كده هي كده انا شايفه التتبيله كده كفايه. البقيه على فكره حبه التتبيله دول بحطهم في كيسه او في علبه صغيره واحطهم في الفريزر. بصوا كده الكبده تمام. انا بقى ايه هخليها كده اهوت شويه هتلاقيها بس اول بس ايه ما النار ايه هي النار عاليه عليها اصلا، هي النار عاليه عليها. خليها شويه كده اهوت وبعد كده نيجي نشوف بقى ايه ما نيجي نحط الفلفل الالوان هتبقى عامله ازاي. بصوا يا حبايبي انا طبعا الكبده على النار والبطاطس على النار. هنا معانا ايه هنا بصوا هنا حطيت عندي تتبيله انا في التلاجة ليمون توم وفلفل وكزبره وكمون وملح وشويه كركم صغيرين. بصوا حاجات ايه حلوه كتير يعني. عندي ايه شويه التتبيله دي اللي انتي بتاع السمك بتاع كله. تمام. معايا انا هنا طماطم مقطعاها بصوا مكعبات هوريها لكم دلوقتي بس هحط هنا شويه خل صغيرين. بصوا بس معلقه صغيره كده اهوت مش هنحط كتير. بصوا بنقلب التتبيله الحلوه دي مع بعض. بصوا بقى الطماطم هنا جامده بصوا مقطعاها بالقلب بتاعها كله. بصوا عامله ازاي كده اهو. انتوا عايزين تقطعوها ترنشات براحتكم اي حاجه. بصوا بقى التتبيله الحلوه دي كلها هتتفضى على الطماطم.
بصوا مش عايزه اقول لكم على الطعم بتاع الطماطم تحفه. انا يعني اما باكلها بره بحب اقول له ايه، قطع لي طماطم، اعملي لي طماطم مخلل. ماليش في المخلل قوي، هو الليمون بس، ما بحبش المخللات التانية. فروح اعمل لي كده ومقطع فيها ايه على فكره قطع ليمون كده بالقشر وبتاع. انا عاملاها بقى ايه، عرفت التتبيله دي فبتعملها وحطها في علب وفي التلاجة. هبقى اعملها لكم مره في القناه. هي التتبيلات بتاعتي اللي انا بحطها في الفريزر على طول بتنفعني في اي حاجه. يعني ساعه ما اقلي سمك اروح مطلعه منها على طول. الكبده انا حبيت بس اوريلكم خطوات الكبده كلها. بصوا بقى الجمال كده. بس هي اصلا فيها ملح وفيها كل حاجه، انا شايلاها كله ما عدا بس طبعا الخل. بصوا الجمال اهي. يبقى كده احنا عندنا ايه، نوعين سلطه. سلطه الطحينه اقتصاديه 100%، وادي الطماطم اهي. ايه رايكم بقى؟ ده ولا الفلاح في اسكندريه اهو، اي خدمه. بصوا جميله قوي والالوان بتاعتها حلوه قوي قوي قوي، شايفين؟ تحفه. هنكمل بقى نشوف الكبد وبعد كده ايه، قبل ما نحط الفلفل بتاعها اوريه لكم على طول. ايه رايكم؟ بصوا الجمال بقى، ما خدتش 10 دقايق على النار. بصوا الجمال والروعه. طبعا هي لسه شويه، هنحط لها بقى الفلفل بتاعها. بصوا مش عايزه اقول لكم ريحه فظيعه. لا بجد بجد، ده انا والله العظيم مش عارفه اقول على نفسي ايه. يلا ما علينا، عشان بس بحبكم بقول لكم كل حاجه انا عارفاها وبعملها. والله العظيم بعملها لكم بكل حب وبتاع. بس مش عارفه، انا حاسه ان لما بتيجي تعملوا لايك بحس ان اللايك بيتكهرب. ما بشوفش لايكاتكم ليه؟ يعني الكومنتات بتاعتكم زي العسل، لكن اللايك انا حسيته يعني اللي هو بيتكهرب. والنبي حطوا لايك كده، ارفعوا لي الفيديو ده خليه يترفع. بصوا الجمال بقى والالوان. ايه رايكم بقى في ده؟ ما فيش فلفل الوان على فكره، مش هتفرق، مش مشكله خالص. بس انا ايه حابه ان انا ايه لقيته عندي رحت احطها. بصوا بقى، بصوا كده هنسيبوها شويه بس كده الفلفل سيكه يعني كده شويه وارجع لكم على طول. الكبده اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه وملهاش حل. وبصوا عايزه اوريكم اللي هي حتى ما فيهاش نقطه ميه، هي فيها بس مجرد الزيت بتاعها. بصوا عامله ازاي، نفس اللي عند الراجل. بس طبعا انا ايه ما رضيتش ازود لها زيت قوي عشان انتوا عارفين طبعا ايه ما تبقاش تقيله وما تبقاش حاميه والكلام ده كله. جبت بقى عيش فينو، انتوا بقى عندكم عيش فينو، عيش بلدي بالمعلقه اي حاجه، المهم ايه عيش. انا عندي بنتي ما بتحبهاش الا بالعيش الفينو، وابني برضه نفس الطريقه، انا عادي. بصوا كده هنحشي معاكم اهو، وطبعا محضرين كل حاجه. بصوا الجمال. لا وبصوا التقطيعه كمان عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. التقطيعه تحفه اهو كده اهو. بصوا انا عايزه اوريكم بس هنحشي معاكم كمان واحد. بصوا كده، وزي ما قلت لكم حلوه والله العظيم وجميله واحلى من بره وانضف، وعارفين ايه اللي بيتحط فيها. بس برضو انا اقول لكم حاجه، انا حتى لو من بره ايه باللازم فيها، انا الكبده شمها لو ايه لازم. بصوا كده حبايبي اهو كده خلصنا الكبده. بصوا بالطماطم بالبطاطس. بصوا عايزه اوريكم البطاطس عامله ازاي. طبعا التقطيعه اللي انتوا عايزينها، بس انا عشان عندي القطاعه ديت المشرشره رحت مقطعاهم. بصوا كده. وبصوا الطحينه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله وقوامها حلو قوي. ودي بقى الكبده السندوتشات في عيش بلدي براحتكم اي حاجه تمام. يا ريت تجربوا بقى وصفتي وجربوا خطواتي في عمايل الكبده والطحينه الاقتصاديه اقتصاديه فظيعه. وبصوا الطماطم طريقه حلوه قوي مخلله، والبطاطس بتاعتي واعملوا لايك ما تخافوش مش هيكهربكم. اعملوا لايك كبير عشان الفيديو يترفع، واعملوا كومنتاتكم الحلوه هستناها.
واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله.